للآخر مع وائل عواد. مرحبا بكم. ألقى محمود عباس خطابه. محليا الخطاب أعجب الجبهة، بينما أبدت قيادات التجمع والحركة الإسلامية تحفظهما عليه. بعد عباس أدلى بنيامين نتنياهو بدلوه كالعادة، يصور الدنيا كأفلام هوليوود، خير وشر، هو ومن معه هم الخير طبعا، والبقية يعني إحنا هم الشر. يوم الاثنين ستبدأ المداولات للتصويت على الاعتراف بفلسطين. أمريكا أعلنت أنها ستستخدم حق الفيتو. الشتاء الخفيف الذي هطل خلال السويعات السابقة كان كافيا كي يفضح الطابق، والبنية التحتية في كثير من البلدات العربية ما زالت غير جاهزة لاستقبال فصل الشتاء. انتظروا الكثير من الأخبار لشوارع أغلقت بسبب الأمطار، وسيول دخلت إلى غرف النوم، وعبارات مياه تنضغط ثم تنفجر. بعد 10 سنوات على هبة القدس والأقصى وارتفاع 13 شهيدا من الداخل الفلسطيني، ما زالت الخلافات هي سيدة الموقف بين لجنة المتابعة وبين ذوي الشهداء. وفي حديث لنا مع حسن عاصلي والد الشهيد أسيل عاصلي من عرابي قال: التنسيق بيني وبين لجنة المتابعة لا يوجد، ولا يشرفني أن يكون تنسيق بيني وبين لجنة المتابعة. لا يشرفني، هاي كلمة كافية، شو الأسباب تاعتها؟ يعني لأنه لجنة المتابعة لم تفي بأي التزام تجاه الشهداء خلال ال10 سنوات المضت. باعتقادي هذه القيادة لا تستطيع أن تعيش في ظل الشهداء ومعية الشهداء. راح تشارك في البرامج اللي أقرتها المتابعة هاي السنة؟ أنا يعني لأنه هذه البرامج هي إسقاط واجب قد لا أشارك في أغلبيتها. حاولنا ناخذ رد لجنة المتابعة، اتصلنا فيهم كثير بس ما ردوش، يبدو انهم منشغلين في المظاهرة الفطرية في جلجولية. وإلى جلجولية إذ تظاهر اليوم الآلاف في مظاهرة غاضبة ضد مصادرة الأراضي هناك. المظاهرة قامت بمبادرة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. عنصرية إسرائيلية مقززة أكثر وأكثر، فقد ذكرت صحيفة معاريف أن عددا من نساء مستوطنة جيوش عتسيون اجتمعنا للتدرب على كيفية استخدام الرشاش الآلي سريع الطلقات من نوع M16، بالإضافة إلى المسدسات للتدرب على قتل الفلسطينيين. تقدروش تدربوا على الاستشهاد، صح؟ وإلى الخبر المطول سنخصصه لإنجاز سجل هذا الأسبوع للمجتمع العربي، وإن كان هادئا ولا نشعر به بشكل فوري، إلا أننا هذا لا ينقص من أهميته، إذ تمت مصادقة على افتتاح 8 وحدات نهوض بأبناء الشبيبة في المجتمع العربي، وهي في كل من طرعان، كفر مندى، المشهد، دير الأسد، مجد كروم، كفر قرع، الطيبة، وجسر الزرقاء. الوحدات هامة جدا في ظل تفشي العنف في المجتمع العربي، فبدل الكلام والثرثرة والعويل واللطم تأتي هذه الوحدات لتعنى بأبناء الشبيبة المتسربين من المدارس عن طريق دمجهم في أطر تربوية وتعليمية وتثقيفية ومهنية. وفي لقاء لنا مع الأستاذ جلال الصفدي مدير إدارة المجتمع والشباب قال: وفي كتير طلاب اللي كانوا بالوحدة عنا أو وحدات معينة ونهضوا وصاروا، اللي صار محامي واللي صار مهندس واللي صار معلم. فاليوم احنا بنبشر مجتمعنا العربي في 8 وحدات جديدة بهاي البلدان اللي ذكرتها، وهون احنا كل ما بنفتح وحدات أكثر كل ما بنقلل من قضية ظاهرة العنف. هدول الشباب المتسربين لما فيش عندهم أطر، فيش عندهم بديل، بتوجهوا للعنف، للأراجيل وللسكاكين وللسلاح وللمخدرات. اليوم لما في عندهم إطار وفي عندهم عنوان وفي ناس يعالجوهن وفي ناس يشتغلوا معهن، هذا بيعطيهن أمل لمستقبل جديد بلون آخر وشكل آخر وصوت آخر. المشروع راح يشغل نحو 150 أكاديمي عربي. وإلى زاوية بصمة. أمريكا تلوح بحق الفيتو مرة أخرى، تثبت أن دينها وديدنها هي المصالح والحفاظ على محبوبتها إسرائيل، ضاربة بعرض الحائط رغبة الشعب الفلسطيني بإحراز تقدم عن طريق استحقاق أيلول. القضية الفلسطينية هي ملك للفلسطينيين، من هذا الشعب من هو قد رحل، ومنهم من هو على قيد الحياة، وأغلبهم لم يولدوا بعد. نترككم مع مقطعين اثنين ربما أنكم تعرفونهما لأطفال حملوا هم الأمة.
بذلت الطاقة الكبرى وقلت لأمتي كوني، صلاح الدين في أعماق يناديني، وكل عروبتي للثار للتحرير تدعوني، وراياتي التي طويت على ربوات حصيني، وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني، وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين، تقول لهم إلى القدس إلينا قبلة الدين، إلى حرب تدك الظلم تزلق روح صهيوني. نحن إذا منفكر بس تفكير إنه بدنا نهجم على إسرائيل بمجلس الأمن وكل الدنيا بتقوم وتوقف، أما أمريكا قامت وضربت دير الزور ما حدا حكى شيء. بدنا جايين لهون جاي يحاسبوا يلي قتلوا دير الزور، مو جايين لعنا مشان هيك بس منظر. نحن رح نكبر ونشيلك من أرضك يا أمريكا. نلتقي يوم الاثنين عند 7:30 مساء نلخص أهم الأحداث بعيدا جدا عن الهبل. بأمان الله. من الآخر مع وائل عواد.